سلام البنات، سلام حبيباتي، مرحبا بكم في هذا نوفيل فيديو مع سلسلة أطباق الرمضانية. كما راكم تشوفوا هنا اليوم حضرت المتوم، حنشارك معكم طريقتي في تحضيره. وصفة بزاف سهلة تقليدية، يعني ما فيها حتى إضافات. مرقة بيض الله الله بالغنمي ولي بولات دو فيونداشي. نروحو كيف ندخلو في طريقة التحضير مباشرة. هنا واش عندي؟ شوفوا معايا، انا خديت الطنجرة ديالي درتها سور ان فودو كما راكم تشوفوا. هنا من بعد ما سخنت ليه حنضيف لها مغرفة تاع السمن. فوالا يعني مرقة بيضة جينيرالمون كاع تحب شوية تاع السمن، راح تجي بنينة بالبزاف. نزيد لها هنا 3 مغارف تاع شا تاع الزيت. هنا مانيش حنكتر بزاف الزيت، راكم تعرفوا الغنميت القليدان. وشنو انا مانيش حندير بزاف، حندير جوست ان سول مورسو. سي بوغ سا يعني قدرت ندير السمن وزيت. حطيت الطريف تاعي تاع الغنمي هنايا باش يتقلى لي. فوالا نتوما تحبوا ديروا جوست ان سول مورسو هكذا باش تبننوا به المريقه ديالكم، ولا تحبوا ديروا على حساب عدد افراد العائله. كاين ميم اللي يديروا بالبقري. انا سانسيرمون جو بريفير نديرو بالغنمي، نحسو يجي بنين كتر وكتر. راكم تعرفوا الغنمي يجي بزاف بنين في مريقه بيضاء. من بعد زدتلو حبيبه تاع البصل اللي كانت يعني كنت رحيتها رقيق مليح مليح، يعني لازم تكون رقيقه باش ما تعودش تبان من بعد في المريقه ديالنا. ونخلوها تتقلى في غردها، ونزيدو عليها شويه تاع الملح طبعا، يعني الملح لازم ما ننساوهش. وشويه تاع فلفل كحل. هذا ما كان انا المرقه هذا واش ندير فيها، ندير فيها غير شويه ملح وفلفل كحل. استهنا كميه تاع الحميصه. فوالا نغلق عليهم هكذا ونخليهم كلكو مينوت برك، يعني نعسو بيان سور باش ما يلصقليش ولا يتنحرق لي. نخليه برك يدبل هذاك البصل في غردو. قلت لكم لو بوت من التقليه هذه باش هذاك البصل ما يعودش يبان هكذاك في لاصوص. من بعد ما تقلى عليه زدت عليه مغرف هكذا تاع شا تاع الثوم اللي كنت هرسته بيان سور، وخليته هو كان زاد تقلى ان بون مومون. يعني وشنو واحد 2 دقائق هكذاك. كما على بالكم الثوم تمتم يتنحرق، ردوا بالكم. من بعد جيت هكذا مرقته بالماء سخون. جامي نمرقو بالماء بارد، هذه دائما نعاودها لكم في شاك فيديو، نعاودها لكم بصح معليش هكذا نذكر خير وخير. خليت المريقه ديالي طيب، هذاك لو مورسو تاع اللحم يطيب، ورحت نوجد لا فيونداشي تاعي. هنا خديت اكزاكتومون 500 غرام تاع لا فيونداشي، يعني درت رطل فوالا تاع لا فيونداشي اللي كانت مرحيه مليح. يعني لو بوشي تاعكم لازم تقولوا له يرحيها لكم عفوا 2 فوا هكذا باش الريزولتا تاعنا فينال تاع لي بولات يجي شباب ويجوا الحبيبات ماشي محببين. يعني هذا هو السر الاول تاع لي بولات اللي يجوا شابين. فوالا من بعد نكمل لكم الباقي. هنايا راني نتبل في لافيونداشي تاعي، درت لها اون كويير كافي تاع فلفل كحل بوفر نوار، اون كويير كافي تاع الكمون لو كومان، ودرت اون كويير كافي تاع السمن، اون كويير كافي تاع الثوم اللي كنت خليته مقبل من هذاك اللي هرستو، وشويه فقط تاع الملح باسكو الثوم تاعنا راهو فيه ديجا الملح. هنا نعجن لافيونداشي تاعي تخي بيان هكذاك وحدها، نعجنها مليح حتى وين نحسها طرات في يدي وتخلطت مليح، يعني تنكهت بهذوك لي زيبيس. من بعد باش نزيد لها الحبيبه تاع ولاد الدجاج، نزيد هي كانا نعجنها تخي بيان حتى يروح لي هذاك القوام بين يديا تاع شو كي نزيدو البيض شغل نحسوها تزلق في يدنا. انا نقعد نعجن فيه ونعاود حتى وين يعاود يولي هكذاك شغل تنشف لا فيونداشي تاعنا وتجي متماسكه، ماشي غير نخلطوها هكذا فيت في وتقعد كاع هكذاك طريه. بولاد الدجاج راح يتحلوا لكم لي بولات كي ترموهم يطيبوا. سما هذه الحاجه الثانيه اللي لازم يعني تسجلوها. حاجه الثانيه لازم كي ديروا حبيبه تاع ولاد الدجاج تعجنوا تخي بيان حتى وين تعاود تنشف، يعني تحسوها نشفت في يديكم ولا فيونداشي تكون متماسكه. فوالا من بعد جيت باش نشكل الكريات دياولي. شوفوا كيفاش راني ندير. هذه الخطوه الثالثه اللي لازم تاني نديروها. كي نرفد كميه تاع لا فيونداشي نقعد نزير فيها بين كفوف يديا حتى وين كيما نقولوا نحسها متماسكه باش نشكلها كريه. ويدي بيان سور كنت دهنتها بالزيت باش تجي الكريه ليس من الفوق وشابه. شوفوا راني نعاود لكم هنا، شوفوا كيفاش راني ندير. فوالا زيرتها مليح بين كفوف يديا باش نشكلها. هذا السر هدايا. شوفوا كيفاش راني نشكل فيها، نزيرها بالكف
تاع اليد وباليد الاخرى شوفوا كيفاش راني ندير. يعني حاولت لو ماكسيموم نوري لكم الطريقه كيفاش راني ندير بصبعي هكذاك باش تجي الحبه مزيره وما تتحلناش داخل المرقه. بزاف لي يحطوه غير يحطوه داخل المرقه تجيكم يعني الحبه هذيك مشققه وتتحليتو. تبعوا هاد الخطوات وما راكمش رايحين تندموا باذن الله يجوكم ديبولات شابين. وحده ما حتزيد تقول تشققوا لي داخل المريقه، وحده ما حتقول جاوني محببين. يعني قلت لكم تبعوا بك هذيك الخطوات وردوا لي الخبر. من بعد رحت فاقدت هذيك اللحم ديالي كان طاب لي لاصوص كانت عقدت لي. على بالكم لي بولات ما ياخذوش وقت كبير في الطياب وما لازم لهمش مرقه بزاف باش ما يجيش هكذاك الزغلي والماء يغلي كما نقولوا. الوغ فوالا كي تتجمر لنا هذيك المريقه نحطوا لي بولات تاعنا. والخطوه الاخيره اللي لازم تردوا بالكم فيها تاني، سينو اذا درتو كاع واش قلت لكم وفي الاخير خسرتوهم بالمغرفه تجو تحركوهم وهما مازال ما شدوش ربحتيهم، عرفوا باللي المرقه تاعكم حتولي مرقه بلا فيونداشي هكذاك هكذاك كاع مفتته هكذاك. الوغ هنا الفو جامي توشي لي بولات تاعكم بالمغرفه. حبيتو تحركوا الطاجين تاعكم حركوه بالطريقه اللي وريتها لكم. هذا ما كان هذا واش لازم هكذا لو بلا تاعكم يجيكم الشباب ويحمر لكم وجهكم. وفوالا انا لي بولات تاوعي كانوا طابوا كما شفتوا غلقت عليهم خليتهم طابوا. كي طابوا سقيتهم هكذا في تبسيل الله الله. درت لها هذيك المريقه جات هايله ما شاء الله جات ثقيله. لا كولور تاعها جات شابه. لي بولات تاعنا شوفوا كيفاش راهم جاو ما شاء الله ما جاو محببين ما جاو مشققين جاو على حبه. زينتو هكذا بيان سور بشويه تاع اللوز اللي كنت حمصته في الزيت. يعني الطبق هذا المتوم العصيمي هكذا نزينوه. انا جو سوي كونطخ اللي يديروا المعدنوس. شوفوا لي غوي لي كولور سا ديسكوت با سي فري مي كاين حوايج ما نقدروش نخلطوا فيهم. متوم نزينوه باللوز ولا ما نزينوهش كاريمون به يعني تولي لي او للامكانيات ديالنا بيان سور. يعني ماشي اوبليجي نديروا اللوز بصح اذا ما كانش متوفر هذيك الحميصه تكفي وتوفي. المعدنوس انتردي في المتوم انا قلت لكم فوالا. سورتو لي بولات يا البنات سورتو لي بولات لا غالب كاين كيما نقولوا دي بلا هكذا تراديسيونيل لازم نحافظوا عليهم ولازم يعني لو غو هذاك ديالهم يقعد هو. لي بولات بالمعدنوس سي ستريكتومون انتردي. ما لازمش ماشي زعما ما لازمش نسموهم ما لا اذا درناهم ونحبوا هذاك الذوق ديالو الوغ نسموهم اوتر شوز وما نسموهش متوب. هذه اللي نقدر نقولها لكم. فوالا سامحوني اذا كثرت معكم الهضره بصح الله غالب الاطباق تاعنا هذوما لازم نحافظوا عليهم كما قلت لكم ونسيو كيفاش دائما كي نقدموهم على الصوره الاصليه ديالهم. ونقول لكم اني لحقت لافين تاع لا فيديو ديالي. ما تنساوش تبارطاجيوها تلايكيوها وتخلوا لي ام تي كومونتير اللي يحفزني. ونقول لكم على بروشين غوسيت باذن الله.